كلنا تعرضنا لحاجة وحشة عايزين ننساها، موقف محرج، خناقة قديمة، لحظات خلتنا نحس بالخوف أو الحزن، أو ذكرى مؤلمة رغم إنها عدت لكنها عاملة زي شريط قاعد بيتعاد ويتكرر في دماغك ومش عارف تمسحه. فإزاي ننسى الحاجات اللي عايزين ننساها؟ الذكرى السلبية أو الصدمة المؤلمة موجودة جوانا كلنا بدرجات متفاوتة، وكل واحد بيتعامل معاها بطريقة. عندك مثلا فلسفة ارمي ورا ظهرك. العرب زمان كان عندهم حكمة قالها لي صديقنا الأستاذ منصور النجدان، بيقولك إن بير المية اللي اتلوثت بالقاذورات والسموم أأمن طريقة للتعامل معاها إنك تردمها وتشوف لك بير تانية نظيفة. والصورة دي عجباني جدا بصراحة لأنها بتوصف النقطة اللي عايز أقولها. بدل ما تقعد تفكر وتحلل وتفضل معايش نفسك وسط آلام وقروح وصديد الماضي، اردم البير يا عم وارمي ورا ظهرك وكمل حياتك. اخرج من البيت، روح قابل صحابك، اتسحل في تفاصيل الشغل واندمج في هواياتك وانجز الحاجات اللي وراك عشان كل الكلام ده ياخد ذهنك عن الافكار اللي ملهاش لازمه. التقنيه دي بيسموها behavioral activation أو تفعيل السلوك أو الانخراط في الحياة والتركيز في تفاصيلها. لقوا إن ده بيساعد في علاج الاكتئاب والقلق واضطرابات ما بعد الصدمة، ده غير إنه مفيد كمان في حل المشكلة نفسها. يعني لو الذكرى المؤلمة هي إن سوسن سابتك، ممارسة الحياة هتخليك تقابل نرجس اللي هتنسيك سوسن، بلاها نادية خد سوسو. يعني الشريط اللي بيدور في دماغك ومش عارف تمسحه سجل عليه. في تكنيك تاني بيلعب في المنطقة دي برضو اسمه التذكر الحسي. بدل ما تفضل تكتر المآسي، افتكر الذكريات الحلوة اللي حصلت في حياتك بكل حواسك، يعني استرجعها في ذهنك بكل تفاصيلها ومشاعرها وأفكارها والمعاني اللي وراها كأنك بتعيشها تاني دلوقتي. الطريقة دي لقوا إنها بتساعد في تجاوز الصدمات النفسية، لأن الحتة اللي بتستخدمها كتير في مخك بتبقى أقوى مع الوقت. كل ما تفتكر الذكريات الجميلة هتقوي الروابط العصبية المرتبطة بيها، فتبقى ذكرى راسخة ومهيمنة أكتر. وده هيغير نظرتك لنفسك ولحياتك، وإنك مش مجرد ذكرى وحشة حصلت لك، لكن عندك لحظات نجاح وقوة وسعادة، وده هيحسن صورتك قدام نفسك وصحتك النفسية بشكل عام. فعشان تنسى اللي حصل جيت اوفر ات وما تقفش عنده كتير، ودي الطريقة المفضلة عند أغلب الناس، لكنها للأسف مش دايما بتنفع. احيانا بتكون الصدمة اكبر من قدرة الجهاز العصبي على التعامل معاها، لدرجة انك لو قررت تتجاهل الذكرى السلبية وتردم عليها وترميها ورا ظهرك، هي مش هتسيبك، هتنبعث من تحت الرماد وتجري وراك وتطلع لك في الكوابيس لما تنام. ودي من الاعراض المشهورة لاضطراب ما بعد الصدمة، ان الوعي قرر يتجاوز لكن اللاوعي مش قادر ينسى. في الحالات اللي زي دي مفيد انك تحفر وتنظف البير بدل ما تردمها. لكن في نقطة مهمة، لو عايز تبطل مفعول قنبلة موقوتة، الافضل تستعين بخبير مفرقعات. يعني بلاش تمارس الحاجات اللي هنقولها دي لو بتتعرض لحالات انفعالية شديدة، والافضل تتكلم مع ثيرابيست معالج نفسي يساعدك في الموضوع ده خطوة بخطوة. الطريقة الأولى في هذه الفلسفة هي إنك ترجع للموقف. حسب أبحاث علم نفس السرد، كون إنك ترجع للصدمة وتحكيها أو تكتب عنها كذا مرة، ده بيضعف تأثيرها السلبي تدريجيا، لأنه بيحررك من عبء الصدمة. بدل ما تفضل محبوسة جواك في صورة مشاعر مؤلمة وأفكار مشوشة، الكتابة بتجبرك تعيد صياغتها وحكايتها في أحداث مسلسلة وأفكار مترابطة، فتقدر تتعامل معاها. يعني بدل ما أنت سايبها في صورة انفعالات كده في مخك في منطقة الأميجدلا اللي هي المسؤولة عن الخوف والتوتر، لما بتحكيها كحدوتة متماسكة، انت بتنقلها للقشرة الجبهية اللي بيتعامل مع التفكير المنطقي وإدارة المشاعر. حسب الطريقة دي اكتب التجربة اللي حصلت لك كذا مرة في الأسبوع بالتفصيل، حتى لو أثارت فيك مشاعر سلبية، لحد ما تلاقي التأثير العاطفي ده بيضعف مع الوقت. الطريقة التانية، غير الأحداث. سبب إن رجلك غرست في الذكرى السلبية دي إن عقلك مش قادر يستوعبها، الحكاية غير مكتملة أو مش المفروض تحصل بالشكل ده، مش راكبة صح في الشاسيه بتاع قصة حياتك، فمخك كأنه هنج، اللاواعي قاعد يعمل لها بروسيسنج من ساعتها. عشان كده بدل ما ترجع للحدث السلبي عشان تفتكره بس، ارجع عشان تغيره. تخيل مثلا انك بترد على الشخص اللي اساء اليك، او انك غيرت مسار الاحداث، او انها ما حصلتش بالطريقه اللي حصلت بيها دي. ان شاء الله تتخيل شخص خيالي نزل من السما كده وطبطب عليك وقال لك ما تخافش، او ان الارض اتشقت وبلعت الشخص الشرير، او جثى على ركبتيه وقعد يعتذر لك. رغم ان السيناريو ده خيالي وغير عقلاني وغير منطقي، إلا إن هو ده المطلوب بالظبط، لأن مشكلتك مش مع الوعي المنطقي العقلاني، لكن مع اللاوعي بتاع الخيال والرموز والأحلام. عشان كده التدريبات دي لقوا إنها بتنجح في تقليل الكوابيس المرتبطة بالصدمات النفسية. يعني باختصار، الغي تأثير الذكرى السلبية بإنك تتلاعب بيها، ضيف عليها مزيكا بتضحك، أو ركب للناس اللي فيها مناخير بلياتشو، وخد حقك من اللي ضايقك، عشان تضعف سطوة الذكرى السلبية دي عليك على المستوى اللاواعي. واقرا الدراسة دي مثلا لو عايز تعرف أكتر عن الموضوع ده. الطريقة الرابعة والأخيرة والتي ستدهشك
هي انك تلعب تترس. ايوه بالظبط زي ما بقول لك كده، حرفيا امسك الموبايل والعب لعبه تترس. في الدراسه دي اللي اتنشرت مؤخرا في دوريه نيتشر، راحوا المجموعه من الناس اللي تعرضوا لحوادث مؤلمه وطلبوا منهم يلعبوا تترس لمده 20 دقيقه متواصله. يعني تبقى قاعد في الطوارئ في المستشفى بينقذوا حياتك وانت قاعد بتلعب تترس. طب ايه المبرر؟ الصدمة بتعمل حاجة اسمها الأفكار الملحة. المنظر البشع اللي شفته بيفضل ينط في دماغك وينغص عليك حياتك ويفكرك باللي حصل. لكن لعبة تترس قللت هجوم الذكريات السلبية دي لمدة أسبوع بعد الحادثة بنسبة 62% أحسن من الناس اللي ما لعبوش تترس. والتفسير إن خلال 6 ساعات بعد الصدمة بيكون المخ لسه بيسجل الذكريات البصرية بتاعت الصدمة، فأنت عشان تعطل العملية دي بتشغله بلعبة محتاجة تركيز بصري برضه. يا ترى المكعبات دي هتركب في المنطقة دي ولا استنى اللي بعدها؟ يعني لسه طالع من الحادثة والمخ لسه بيخزن المناظر بتاعتها، تروح مديله صور تانية تاخد تركيزه، فالذكرى السلبية ما تلزقش أساسا. شفت بقى جت منين؟ فحسب النظرية دي لو شفت منظر صادم اقعد العب تترس بعده على طول لمدة 20 دقيقة عشان مخك ما يعرفش يخزن الذكرى السلبية دي كويس. طبعا في طرق أكتر من كده، لكن مراعاة للاتنشن سبان خلونا نوقف الحلقة لحد هنا. خلاصة الكلام، جزء من تجربة الحياة هو إننا نعرف نتعامل مع ذكرياتنا اللي مش حابينها، والثيرابي حل مفيد لو معرفناش نتعامل معاها. لكن قبل ما تحجز لك ميعاد ثيرابي ما تنساش بس اللايك والشير والتفاعل لو عايز المحتوى ده يستمر. واشوفكم على خير وفدتكم بعافية.